السلام عليكم متابعينا الاعزاء، اينما كنتم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت للسفاره المغربيه باش نجدد جواز السفر ديالي. الله يسهل علي، وبغيت نشارك معكم هذه المعلومات فيما يخص تجديد جواز السفر، لانه شحال من واحد ما عارفش، وانا واحد منهم. قبل ما نجي هنايا بحثت في فيسبوك وشفت شحال في اليوتيوب والناس ما يعطوش معلومات صحاح، فبغيت نقدم لكم معلومات اليوم باش نفيدوا بها الناس. اول حاجه قبل ما تجي للسفاره خاص ضروري يكون عندك موعد، وباش تشد موعد ضروري تشد من السيت ديالهم على باش تشد الموعد. من بعدها من يجي الموعد ديالك تجي هنايا خاصك تجيب معاك نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه المغربيه، نسخه من جواز السفر وجوج تصاور نتاع جواز السفر، ونسخه من بطاقه الاقامه القطريه. هنا تكون البطاقه القطريه ساريه المفعول هي البطاقه الوطنيه. وبالنسبه للتكاليف شحال؟ تقريبا جاتني 338 ريال قطري باش نجدد جواز السفر ديالي. وقالوا لي المده، قالوا لي بعد 20 يوم وروح ان شاء الله باش تاخذ جواز السفر. فكانوا هادو هما مهم المعلومات فيما يخص تجديد جواز السفر المغربي. هذه هي هنا مهم. هنايا انا جيت في المترو، هذه المحطه نتاع القصار هنايا. بالنسبه اللي بغا يجي في المترو، هذه محطه القصار، هذه اقرب محطه بالنسبه اللي بغا يجي في المترو. مثلا اذا كان في الدوحه يشد الباص ديال كروان من بعدها يشد هنا المترو، او لا يشد الا كان مثلا في الخور بحال انا كنت في الخور، جيت في كروه، حافله كروه، الرقم ديالها ار 702 ولا ار 722. ومن بعدها كي تجي لمحطه الباصات من بعدها تشد كروه، تشد المترو. المهم كانوا هادو هما المعلومات، نتمنى نكونوا فدناكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وانا جيت جددت الباسبور ديالي حقاش غادي نهود الاجازه ان شاء الله، نهودو كونجي نمشيو نعيشو شويه اللحظات في البلاد. ايوا ان شاء الله ندير لكم فيديوهات زينين في البلاد، تما راك عارف عندنا حريه التصوير وعندنا مناطق زينين فين نمشيو نصورو. وجدة راه تستنانا، السعيديه والنواحي وجميع المدن المغربيه ان شاء الله راه غيكون الوقت وتكون لقانا وما تجيناش شي حاجه مفاجئه. هذا ما يطلب الواحد، ونتمنى نكونوا فدناكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. يلا مع السلامه.